السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ملفات مصرية على قناة العصر في ساعة الشأن المصري. الشأن المصري الساخن دائما والملتهب. أحداث اليوم أحداث الحقيقة بها العديد من الملفات الهامة، أهمها طبعا الحادث الذي تعرضت له مدينة العريش صباحا، وعلى وجه الخصوص الفندق الذي يقيم به القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب. سنتابع سويا آخر مستجدات هذا الحادث وتبعاته، وأيضا معنا بكل تأكيد متابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب وأحدث ما وصلت إليه وآخر النتائج. معنا أيضا ملفات دائما هي معنا ملفات الفساد والإهمال في مصر. معنا أكثر من قضية طرحناها من قبل، نشوف إيه التطورات اللي حصلت فيها، زي قضية عدوى الأطباء. ومعنا أكثر من تصريح هام الحقيقة لناشطين وسياسيين من مصر ومن خارج مصر. معنا أيضا سقوط الطائرة أو إسقاط تركيا لطائرة حربية. إلى الآن لم يتم الإعلان بالضبط عن ماهيتها أو الدولة التي تنتمي لها، ولكن في الغالب هي طائرة روسية على الحدود ما بين تركيا وروسيا. ملفات زي ما قلت حضراتكم كثير من الملفات الهامة. تعالوا نشوف مع بعض. نبدأ بخبر التفجير الذي حدث صباح اليوم في العريش ومن موقع كلمتي. 3 قتلى بينهم قاد وشرطي و12 جريح، بينهم 9 من الشرطة و2 من القضاة بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في العريش. مراسل سكاي نيوز: 3 قتلى بينهم قاضي وشرطي و12 جريح، بينهم 9 من الشرطة و2 من الهجوم، كما جاء في عنوان الخبر. الحقيقة هذا الحادث له الكثير من المدلولات. أول حاجة أو أول نقطة نقف معها مع هذا الحادث، إن في آخر لقاء أو من آخر لقاءات قائد الانقلاب مع الصحافة العالمية، وخاصة في حديثه مع BBC العربية، وعندما قالت له المذيعة أنه غير مسيطر على الأوضاع في سيناء، انفعل انفعالا شديدا ورفض ذلك الاتهام، وقال وردد كثيرا أنه مسيطر على الأوضاع في سيناء. يعني احنا طبعا عشان بس لا يفسر يعني كلامنا تفسير مغرض، ضد أي تفجيرات أو ضد أي عمليات يروح جراءها دماء معصومة عصمها الله عز وجل. هذا أمر مرفوض بالكلية، ولكن إحنا هنا بنحط إيدينا على سلبيات، يعني فقط نشير إلى سلبيات حادثة. مفروض أن الفندق ده هو يعتبر هو بؤرة الاهتمام الأولى لدى الأمن في هذه الأيام في شمال سيناء، الأمن والجيش، لأن هم اللي بيتولوا حماية وتأمين محافظات سيناء أو المدن سيناء المختلفة. طب لما يكون الهدف الرئيسي عندي المفروض أن أنا بحميه حماية تامة وكاملة، وهو زي ما قلت حضراتكم بؤرة الاهتمام، يعني أي هدف تاني بعيد عن هذا الهدف في هذه الأيام يعني ممكن يكون مرتبته ثانية أو ثالثة أو ما إلى ذلك، لكن دي مرتبة أولى. طيب لما يصل التنظيم الذي يقوم بهذه العمليات إلى هذا الفندق وينفذ فيه أو بجواره عملية بهذا الحجم، ينتج عنها مقتل قاضي وإلى الآن قاضي وأكثر من شرطي وما إلى ذلك، فكيف نقيم أمن سيناء في ظل الانقلاب؟ كيف نقيم الخطة التي طالما صدعونا بها أنهم كل شوية يقول لك حق الشهيد 1 وحق الشهيد 2، وكل يوم قضينا على 24 و25 و12 و13 و100 من الإرهابيين، وإنه خلاص تم السيطرة، ولسه أسامة عسكر اللي هو المسؤول عن سيناء والجيش العامل في سيناء قال لي احنا قربنا أو انتهينا من القضاء على الإرهاب في سيناء. برضو احنا نرجع ونقول التصريحات دائما من مسؤولي الانقلاب ليست على مستوى الحقيقة ولا تجاري الواقع. مفيش اي مشاكل ان انا اقول ان انا لسه بعاني من مشاكل في منطقة معينة وان انا لسه الخطة بتاعتي قدامها كذا كذا كذا. ده اذا كانت الخطة اصلا صحيحة، واحنا قلنا من الاول احنا ضد خطة الارض المحروقة اللي بيتبعها الجيش في سيناء، وان دي كارثية من جهة الامن القومي لمصر، اخلاء سيناء بهذه الطريقة
أمر يهدم نظرية الأمن القومي لمصر، وخاصة أن سيناء هي الجزء من أرض مصر الذي يفصل بيننا وبين الجيش الاحتلال الصهيوني الذي في يوم من الأيام يرتقب وينتظر حتى ينقض مرة أخرى على مصر، وهذا أمر لا خفاء فيه ولا يعني ما نقدرش ان احنا نماري فيه. طب لما انا افضيله الارض ديت من اهلها اللي هم المفروض حائط الصد الاول بتاعي، مش بس بفضهم، ده بفضيله الارض، لكن ده انا بخلق له الكيانات معادية للنظام المصري في هذه الارض بطريقة ثأرية بشعة وشنيعة. كل الكلام ده احنا ما بنقولوش من تلقاء انفسنا او من عندياتنا، لا ده احنا بنجيبه من لسان وفم قائد الانقلاب، وكلنا عارفين الفيديو الشهير بتاعه قبل ان ينقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، لما وقف وقال ان التعامل في سيناء بالطريقة اللي هو بيعملها دلوقتي كارثي، وانه بيهدد ان سيناء تنفصل كما انفصلت جنوب السودان، وان دوت بيخلق عدو لك من اهالي سيناء وكل الامور اللي احنا بنعاني منها اليوم. الراجل هو نفسه حذر منها قبل ان ينقلب على محمد مرسي ويأخذ ضوء اخضر من دعموا الانقلاب ومهدوا الانقلاب وخططوا الانقلاب بان يقوم بهذا الدور القذر في سيناء. النهارده كل حادث بيحدث مثل هذه الحوادث على ارض سيناء بيذكرنا بكلامه هو شخصيا، مش كلام حد تاني، لا عندنا خبير استراتيجي ولا لا، ده كلام منه هو. وان شاء الله يعني نحصل يعني نعيد لحضراتكم اذاعه هذا المقطع في اقرب فرصه حتى يعني نرى كيف يتحقق الكلام اللي هو حذر منه بكل تفاصيله الان على ارض الواقع. فهذا الحادث، ونكرر واننا ضد كل الحوادث التي يروح ضحيتها ارواح ودماء معصومه عصمها الله عز وجل، فنحن ضد كل هذه الدماء التي تسيل بغض النظر عن هذه الدماء تنتمي إلى أي فصيل أو تتبع أي جهة. فعندما يحكم الله عز وجل بأن هذه الدماء يجب أن تصان فيجب أن تصان، ولا يجب أبدا أن تهدر تحت أي يعني مقولة أو تحت أي وجهة نظر. ولكن هذا لا يمنع من أن احنا نضع أيدينا على النقاط الخطيرة في التعامل الانقلابي مع سيناء، والذي سيؤدي إلى نتائج كارثية. يعني كانت هذه هي مقدمة هذه الحلقة مع الحادث الذي حدث هذا اليوم، إن شاء الله بنتابع مع حضراتكم في الحلقات القادمة تطورات هذا الحادث وتبعه. نعود إلى الانتخابات، انتخابات مجلس النواب، ومن البوابة معنا العناوين الرئيسية. في ختام الشوط الأول من المرحلة الثانية لا صوت يعلو فوق صوت الرشوة. المنوفية 700 جنيه في وسنة، كفر الشيخ 200 جنيه، بورسعيد 100 جنيه، السويس 650، والدقهلية 100، القاهرة 400 بالمعادي و100 في الغربية. يعني أصبح في تسعيرات لأصوات الناخبين على حسب المحافظة اللي بينتمي لها الناخب والمرشح. أيضا العليا للانتخابات أعلنت 37 ألف ناخب هم الذين أدلوا بأصواتهم خارج مصر. نوع جديد من أنواع الدعاية واستقطاب الناخبين في القليوبية باستخدام الحشيش، وإحالة مندوبين من النور إلى النيابة لتجاوزهم في أثناء أداء عملهم داخل اللجان الانتخابية. كل هذا جاء على الصفحة الأولى للبوابة التي رصدت أهم تطورات العملية الانتخابية. أصبح السبب معلوم للجميع أن في بعض الناس ضعاف النفوس بكل أسف، أو اللي أحوالهم الاقتصادية يعني تحت الصفر وتحت خط الفقر حتى، بيستغلوا مثل هذه المناسبات وينزلوا يعني بالمعنى الدارج عندنا في مصر يسترزقوا. أصبحت العملية عملية بيع وشراء ومناسبة وموسم. الغلابة دول ينزلوا وياخدوا قرشين من الناخب دوت أو الناخب دوت حتى يعطوه أصواتهم، وهم لا يهمهم لا انتخابات ولا برلمان ولا حتى أي حاجة، مجرد ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه أو أيا كان المبلغ اللي بيحصلوا عليه هو كل همهم. وإحنا ما بنلومش على الناس دي قد ما بنلوم على الظروف التي هم يعيشون فيها. معظمهم حقيقة تحت خط الفقر ويعيشون حياة لا آدمية بالكلية.
فيعني مش هنقدر ان احنا نحملهم فوق طاقتهم ونلومهم على ما يفعلون، لكن بالتأكيد ان الناس دي ليهم حق علينا ان احنا نحاول نصلح لهم من حال البلاد حتى يعيشوا حياة آدمية، فبالتالي لا يضطرون إلى هذه التصرفات. معنا أيضا تقرير من الجزيرة حول الجولة الثانية من الانتخابات وضعف الإقبال، نشاهده سويا. كما في المرحلة الأولى تماما، مظاهر انتخابات من دعاية وإعلانات وحشد إعلامي وأمني، لكن بلا ناخبين. إنها مصر وهي تستكمل المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق أو العملية السياسية التي دشنها انقلاب 3 يوليو. لم يتغير شيء من اليوم الأول إلى اليوم الثاني والأخير. لجان فارغة ومتسع من الوقت أمام موظف اللجان الانتخابية. فراغ استغله هذا القاضي الذي يرأس إحدى اللجان لالتقاط صورة مع مشاهير لطالما دعموا الانقلاب. موظف اللجان نسجوا على منوال رؤسائهم وهم في انتظار ناخبين أتوا بأعداد قليلة. روج الإعلام المصري لهذه الانتخابات باعتبارها خاتمة لخريطة الطريق وعلى نحو ربما يحسن صورة النظام في الخارج، لكن الناخبين كان لهم رأي آخر. نتحدث هنا عما يشبه المقاطعة، ولعل هذا ما فتح الباب أمام ممارسات وصفت بأنها محاولات لشراء الأصوات. يا 7 و2 يا 7 و4. يا 7 و2 يا 7 و4. طيب ماشي. كم واحد انتوا بقى؟ احنا 7. هناخد كام على الواحد؟ 50 جنيه. ما احنا قلنا لك احنا 100 وهم 50. ما في حد بيدي 100، ربنا ما حد بيدي 100. على أي مشروعية سيستند البرلمان وأي دور سيلعب، منظورا للأمر من زاوية نسبة التصويت والمناخ العام في البلاد وطبيعة السلطة وعلاقاتها في هذه المرحلة من التاريخ المصري. سؤال طرح على نطاق واسع. عشرات النواب المحسوبين على الحزب الوطني المنحل نفذوا إلى البرلمان. نواب استبقوا انتهاء الانتخابات وأعلنوا تأييدهم تغيير الدستور ومنح الرئيس السيسي مزيدا من الصلاحيات. يرى رافض الانقلاب أن الانتخابات البرلمانية فصلت على مقاس المرحلة، والمحصلة من وجهة نظرهم برلمان موال للسلطة وليس رقيبا عليها ولن يكون. سيقول المؤيدون إن خريطة الطريق استكملت، لكن الواقع يقول غير ذلك تماما. فإن كان هناك ما استكمل فهو تصفية ثورة يناير وإعادة إنتاج نظام مبارك وتعميق الدولة العميقة أكثر وأكثر حسب رافض الانقلاب على الأقل. يعني تقرير واضح جدا من الجزيرة بيوضح لنا المشهد الانتخابي، وأن هو استكمال لعملية تدمير الديمقراطية وليس بناء للديمقراطية في مصر. فهذا البرلمان المزعوم هو يؤدي دور معين، وهو تأييد حكم الفرد الدكتاتور في مصر فقط لا غير، ولن يكون له أي دور في عملية ديمقراطية. وأيضا هذه ليست من عندياتنا، ولكن هذه تصريحات الجهات المختلفة التي شاركت في هذا في انتخابات البرلمان، حتى أن سامح سيف اليزن اليوم في تصريح له يقول نحن لا نطمع في تشكيل حكومة. مفروض ان هو يعني مرشح ان قائمة في حب مصر التي هو على رأسها او هو المنسق الاعلى لها ستحصل على اكبر عدد من الاصوات. مفروض ان هو يكون من الخطة بتاعته ان هو يشكل حكومة ويقود البلاد في المرحلة القادمة، ولكن هو ده مش دوره، وعارف ان هو دي مش اللعبة هنا، مش محطوط له فيها ان هو يلعب الدور ده. هو محطوط له ان هو يحصل اصوات وياخد اغلبية علشان لما يجي كلام في مجلس الشعب السوري دوت على اي حاجة توافق هوى الدكتاتور الذي يحكم قائد الانقلاب يرفعوا ايديهم ويوافقوا. ده الدور اللي هم مرسوم لهم، والراجل ملتزم بالكلام دوت على حسب الاتفاق. معنا عدة مشاهد مثيرة من العملية الانتخابية. نستعرض مع حضراتكم المشهد الأول، وهو من اليوم السابع لمجند يقبل يد بابا الأسكندرية البابا توادرس في لجنة الويلي. طبعا هذه الصورة انتشرت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، ويعني بعض فسر هذه الصورة أن قد يكون هذا المجند
من الشعب القبطي، من أبناء مصر، من الأقباط. ولكن حتى لو كان ذلك فطبعا الزي العسكري بيحتم عليه التصرف بطريقة معينة. فمن ارتدى البدلة العسكرية هذه مفروض ان هو يبقى خلاص ولاؤه كله لهذه البدلة، وتبعيته كلها للبدلة ولمرؤوسيه في الجيش اللي هو بيرتدي الزي الرسمي له. فلا ينبغي ابدا ان هو يتصرف بطريقة تخالف وقار هذا الزي أو تخرج عن إطار المفروض الذي يتصرف به مجند في الجيش المصري. يعني الصورة لها دلالات كثيرة عن دور تودرس في العملية السياسية في مصر، وأيضا توغله داخل صفوف الجيش منذ اليوم الأول للانقلاب، ومدى تأثيره على الانقلاب والجيش المصري في العديد من القرارات في الفترة الأخيرة. ننتقل إلى معركة نشبت بالأمس ما بين أكبر تيارين مواليين للنظام الحاكم، التيار اللي على رأسه سيف اليزل، والتيار الثاني اللي على رأسه حسام خير الله، ومنه من أعضائه المستشارة تهاني الجبالي. تهاني الجبالي قالت إن هي تعلن حقائق وانفجارات وما إلى ذلك أمس، وبالفعل فعلت. فتعالوا الأول نسمع هي قالت إيه وبعدين نعود للتعليق على ما قالت. في يوم الخميس الماضي الموافق 19/11/2015 سافر اللواء سامح سيف اليزل والسيد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق والقياديين بقائمة حب مصر للكويت في زيارة مفاجئة. الذي حدث في هذه الزيارة أنهم قد التقوا بقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في الكويت، كل من دكتور عزمي عبد الفتاح عطية قيادة الجماعة في الكويت، محمود صبري ممول الجماعة في الكويت، محمود صقر والدكتور سمير أحمد. تمت صفقة بينهم لنزول عناصر التنظيم للتصويت لقائمة في حب مصر، وبالأمس انتظرنا الشواهد على الأرض لأنه الرصد المباشر أكد نزول قيادات وبعض أعضاء الجماعة تحديدا في السعودية وفي الكويت وفي بعض الدول الأوروبية، وبدأوا في التصويت لهم في مواجهة قائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية. يعني طلع سيف اليزل تبع الإخوان برضو في الآخر ومعاه أسامة هيكل. يعني الحقيقة يعني هذا هزل ومسخرة. كل ما حد يتضايق من حد في مصر يقوم مديله ايه التهمة المعلبة، ده من الإخوان وبيقابل الإخوان. طب النهاردة يعني سيف اليزل هو يعني قلبا وقالبا مع قائد الانقلاب، والانقلاب من أكبر رموز هذا الانقلاب. ايه اللي يخليه يروح للإخوان؟ وايه الصفقة اللي بينه وبين الإخوان عشان ياخد كام صوت؟ يعني هو لو خد 150,000 صوت ولا 200,000 صوت هينجح، ولو خد 10,000 صوت هينجح، مش محتاج. طب الإخوان هيخشوا في الصفقة دي مقابل إيه؟ يعني الحقيقة تهاني الجبالي واضح إن هي يعني مصدومة من نتيجة الأداء المخيب للقائمة اللي هي بتتبعها في الانتخابات، فيعني أرادت أن تقول مجرد يعني استكمال لسلسلة التخاريف اللي هي بتخرفها. وما ننساش لما طلعت مرة تنبه العالم كله ان الرئيس اوباما تابع للإخوان، وان هو تم تجنيده للإخوان وهو في اندونيسيا، وان اخوه بيدير او في التنظيم العالمي للإخوان. ويعني سلسلة الحقيقة من التخاريف المخزية، تخاريف مخزية. في تخاريف يعني شوية كده ممكن نلتمس لصاحبها العذر ان هو مريض او حاجة زي كده، لكن في تخاريف بتعدي المرحلة ديت ويعني بتبقى قدام العالم كله شكلها مش كويس. وانا عايز اقول لحضراتكم ان الكلام ده كله بيرصد من الصحافة والاعلام الغربي، وبيتم يعني الاستهزاء بمصر وسمعة مصر بناء على هذه التصريحات الخرقاء الحقيقة من الجبالي. مشهد آخر مضحك من الأخبار رصدته الأخبار: مبولة داخل لجنة بكفر الشيخ. واقعة فريدة من نوعها شهدتها العملية الانتخابية بكفر الشيخ، حيث تواجدت مبولة داخل مقر اللجنة الفرعية رقم 249 بدائرة دسوق كما يظهر لنا في الصورة. الحقيقة
الصورة غريبة، ولكن يبدو ان هي ماشية في السياق العام لهذه الانتخابات، مش خارجة عن الإطار بتاعه. احنا شايفينها ان هي معقولة جدا وتناسب الجو العام لهذا الزيف الانتخابي. معانا تقرير او معانا مشهد للذراع او عقلة الصباع الاعلامي موسى، وهو بيحذر او بيوبخ الحقيقة الناخبين والشعب او المرشحين في مصر على اهتمامهم الزائد بعملية البرلمان والكراسي وكده، وبيقول لهم يعني مصر رايحة في ان شاء الله خير، لكن هو قال غير كده. تعالوا نشوف هو قال ايه وبعدين نرجع لحضراتكم. النهارده في دول مدفوع لها فلوس، مش عايز اقول ارقام، فلوس دول، مش بتكلم على جماعات، بتكلم على دول دلوقتي. انا بتكلم على دول مدفوع لها فلوس من دول عشان تحاصر مصر، تحاصرك. وانا بدور مين هياخد كام كرسي في البرلمان ومين هينجح ومين هيسقط. ودول بتدي، دولة مدية من ايام قليلة $1.5 مليار لدولة جارة لينا عشان تخنقنا، وانتوا بتدوروا لي على كرسي، بتدوروا على خلافات صغيرة، مش شايفين البلد واهم مصلحة البلد. يعني هو المفروض يهدى، لان ممكن طبعا يعني يحصل له حاجه، الانفعال شديد جدا، الوطنيه والانتماء واخدين حدهم معاه خالص، يعني احنا خايفين على صحته. طبعا دي المؤامره اللي احنا متابعينها بقالها يعني قرون على مصر، دخلت فيها بقى دوله شقيقه، وهو قال مش هيقول ارقام مش هيقول مبالغ، لكن اضطر الحقيقه ان هو يقول ان هم $1.5 مليار خدتهم الدوله الشقيقه عشان تخنقنا. يقصد مين؟ يقصد طبعا السودان بعد الخلافات الأخيرة بين مصر والسودان الناتجة عن تعديات وتجاوزات من شرطة مصر وجيش مصر في حق مواطنين سودانيين يعيشون على أرض مصر، كما سنشاهد في الفقرات القادمة. لكن التفسير الطبيعي للانقلاب لأي حاجة ان طبعا مصر ما غلطتش ومش بتغلط، احنا معصومين من الخطأ، ولكن الدولة ديت دولة السودان تبع المؤامرة اللي دايرة على مصر، وخدت فلوس علشان تخنق مصر. تخنقها ازاي؟ طب الناس بيتعذبوا وبيتضربوا وكده يعني المواطنين السودانيين، لكن في النهاية هي عايزة تخنق مصر عشان خدت $1.5 مليار. ده مستوى اعلام الانقلاب. نترك الانتخابات حتى نستجمع غدا إن شاء الله النتائج النهائية، ولكن يمكن قبل ما نسيب هذا الملف نقول إن أبرز الناس اللي نجحت في المرحلة ديت وأعلن فعلا نجاحهم مرتضى منصور عشان يلحق بابنه، وأيضا عكاشة سقط، دي برضو كانت مفاجأة. توفيق عكاشة سقط في الدقهلية ومرتضى منصور نجح، وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم أبرز الأسماء التي نالها الحظ وبقت عضوة في برلمان الانقلاب. من البوابة سكك حشيش مصر، سائق الشيشة يفضح حال القطارات. رئيس الهيئة: لا أستبعد الواقعة وحملاتنا مستمرة لكشف متعاطي المخدرات. حامد: كشفنا خلال شهر أكتوبر على 256 عامل ولم يثبت تعاطي أي من السائقين للمخدر، بينما تبين تعاطي 5 من طوائف التشغيل الأخرى للمخدرات وتم تطبيق اللوائح تجاههم. حضراتكم طبعا تذكروا دائما ان سكك حديد مصر دائما من فترة لفترة بيكون على يعني بنسمع عن حوادث رهيبة بتنال من قطارات مصر وركاب قطارات مصر. لعل يعني هذا الخبر يوضح لنا سبب من الأسباب التي قد تكون ينتج عنها مثل هذه الحوادث. نتمنى أن تختفي هذه الظاهرة وتنتشر احترام كل موظف لأرواح المواطنين الذي اؤتمن عليها من خلال تأدية وظيفة سائق لقطار من قطارات مصر. من المصري اليوم: طنطا للكتان تحدد شروط العودة من المعاش والعمال مجحفة. الإقرار يتضمن رد مكافأة نهاية الخدمة وعثمان اجتماع اليوم لمناقشة التصعيد. الحقيقة يعني شيء يخلي يعني الواحد يشيب، ازاي ناس طلع ليها قرار بان هي الشركة اللي بتشتغل فيها تتوقف وهم يحالوا الى معاش مبكر،
وتم صرف مكافأة نهاية خدمة لهؤلاء العمال. وبعدين الموضوع أخذ سنين لغاية ما من خلال القضاء صدر حكم بعودة الشركة وعودة العمال إلى أعمالهم. طيب هو أثناء هذه الفترة كلها بيصرف منين؟ بيصرف من المكافأة اللي هي اتصرفت ليه كمكافأة نهاية خدمة سنوات. النهاردة جايين يقولوا عايز ترجع تاني زي ما القضاء قال ترجع المكافأة اللي انت خدتها. ده بأي منطق؟ بأي عقل؟ يعني احنا في مصر فعلا في قرارات بيصدرها او المسؤولين خارج اطار مش بقى ظلم وكده، لا ده خارج اطار العقل. امال هو طب يعني يعمل يعني في هذه السنوات اللي كان قاعدها مش لاقي شغل وبيصرف من المكافأة اللي انت اديتها له، بتحاسبه عليها؟ بتقول له رجعها عشان عشان ارجعك شغلك لازم ترجع مكافأة نهاية الخدمة؟ يعني فعلا عجب العجاب بنراه من قرارات المسؤولين في مصر. من اليوم السابع كارثة اختفاء ألبان الأطفال المدعمة. مصدر حكومي: المخزون الاستراتيجي بوزارة الصحة أوشك على النفاذ والقطاع الخاص توحش. تشهد الصيدليات والوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات نقصا حادا في ألبان الأطفال المدعمة، وهو ما يهدد حياة 250 ألف طفل يحتاجون إليها سنويا، في الوقت الذي يسهم فيه القطاع الخاص بتوفير 25% من احتياجات السوق المحلية، وتتحمل وزارة الصحة توفير باقي الاحتياجات. يعني هذا الخبر احنا كنا مهدنا ليه مع حضراتكم من قبل، وقلنا ان عملية عدم توفر النقد الأجنبي الدولار أو ارتفاع سعره هينبني عليه مشكلات ضخمة جدا وهتؤثر على قطاعات في منتهى الحساسية. ده قطاع من الأطفال الرضع ما لهمش مصدر غذائي إلا هذه الألبان التي تستورد من الخارج وتدعمها الدولة. النهاردة لما بيقل النقد الأجنبي وبيكون في مشكلة في توفيره، على طول هذه القطاعات بتتوقف، وبالتالي حياة 250 طفل بتتأثر بهذا النقص للألبان الخاصة بالأطفال. هل يعني هنجد من المسؤولين حتى لو من مسؤولي الانقلاب الحالي من يهتم ومن يجد حل لهذه المشكلة؟ نسأل الله عز وجل ذلك رفقا ورحمة بأطفال مصر. معنا أيضا تقرير حصري لبرنامج ملفات مصرية عن معاناة المصريين مع الدواء. نشاهد سويا هذا التقرير. يبقى في رقابة على الحاجات دي ويكون عليها مثلا تاريخ انتاج، ويكون المكان اللي هي بتخرج منه يكون مكان معروف وتحت اشراف وزارة الصحة طبعا، لان وزارة الصحة كل الحاجات دي تبع اشراف وزارة الصحة. ويفضل ان احنا يكون عندنا احنا مصانع تصنع الحاجات دي، مش هنفضل طول عمرنا هنجيب من بره لغاية امتى؟ ولازم بقى نطلع بقى من عنق الزجاجة بقى. حضرتك بترجع بقى رقابة الأدوية بالنسبة لوزارة الصحة. بيبقى في ناس متخصصة مثلا حضرتك في الرقابة على الحاجات ديت، وبيبقى طبعا الحاجات دي مسجلة في وزارة الصحة. خدت بال حضرتك؟ انما هو في ظاهرة طالعة جديدة حضرتك على القنوات الفضائية فعلا، ان في أدوية كتيرة جدا 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 واغذيه كتيره جدا جدا وشركات ما نعرفلهاش اسم ومعلهاش يعني جوده ولا عليها علامه مميزه مثلا للمنتج او كلام من ده. موضوع خطير جدا، ده موضوع خطير جدا ولا بد من تقنينه، لان اول بادئ زي بدء الشعب المصري بطبيعته يعني بيتشد للاعلام، وعنده ما زالت ثقه في الاعلام بتاعه وفي دولته. فبقول لك طالما ده التلفزيون، وبعدين ما تنسيش حضرتك ان عندنا نسبه كبيره مع احترامي للشعب المصري واحترامي لامهاتنا وابهاتنا واخواتنا وبناتنا اللي سربوا من التعليم وخلافه، ففي جزء كبير من الاميه، فهو كله بيتلقى ثقافته من التلفزيون لان ده اخطر جهاز. فبالتالي تسيب الشركات اللي هو كله من هب ودب بيطلع بيقول لك فلان كذا كذا بيعالج كذا ويعالج كذا ويعالج كذا، وبعد فتره من الزمن للاسف يثبت بطريقه ما او بالصدفه فشلوا وان هو خلف امراض وخلافه. احنا المفروض نتحقق من الشركات ونعرف ان المنتج ده حقيقي عليه علامه مائيه، ونشوف اذا كانت الشركه ديت حقيقي بتعمل الحاجه ديت مش تحت السلم، مش منتج مضروب يبوظ الشعر والحاجات دي كلها. نقلل منها بالرقابه على الحاجات دي، والرقابه لازم تاخد عينات وتحللها متابعه، لان طبعا الحاجات دي فيها ماده حافظه، والمواد الحافظه دي بتبقى ضاره على جسم الانسان والاطفال بالذات، هي دي اللي بتسبب الامراض الوحشه والفشل الكلوي
والسرطانات. والله هو المواضيع دي كلها صيدليات، يعني ممكن يعملوا كنترول على الصيدليات ويعملوا مثلا فول اب على المحلات اللي هي الكبيره او المصانع او المستورد او المستهلك، هيعرفوا يعني. فدي بيبقى دور الرقابه طبعا من الحكومه، و لازم يبقى في رقابه على كل حاجه في البلد بصراحه يعني. اهم حاجه التاجر نفسه، التاجر الكبير اللي هو مثلا بيجيب الحاجات دي مثلا من الصين من الدول الثانيه، المواني يعملوا كنترول عليها، على المواني يعملوا كنترول على المطارات، اكيد هيقدروا يتصرفوا ويعملوا كنترول عليها يعني، مش هيسيبوها كده. ده كان رأي المواطنين في الإعلانات التي تخص أدوية مجهولة الهوية على أكثر من فضائية مصرية، والتي منذ أسبوع تقريبا تم إيقاف أو إحالة حوالي 11 فضائية للقضاء بهذا السبب، إن هم بيعلنوا عن أدوية غير مصرح ليها أو بها من وزارة الصحة. ده بجانب ان في ادويه كتير من الموجوده في السوق المصري الحقيقه ادويه مغشوشه، يعني بتحمل اسماء ادويه عالميه، ولكن بيتم تصنيعها زي ما قال المواطن كده تحت بير السلم، وليس هناك رقابه حقيقيه. الدول كلها الكبرى او الدول المحترمه المتقدمه في العالم صرف الدواء لا يتم الا من خلال طبيب حفاظا على ارواح المواطنين، فما بالكم ان صرف الدواء لا يوجد عليه رقابه، بيتم بالإجراء المباشر أو الشراء المباشر من المريض أو من المواطن من الصيدلية. وأيضا الرقابة على الصيدليات ضعيفة جدا، فبيتسرب هذه الأنواع المغشوشة من الأدوية، بجانب كم كبير جدا من الإعلانات بتترك لسنوات بتترك على الفضائيات، وبعدين نستفيق فجأة، بس بيكون طبعا الفاس وقع في الراس زي ما بيقولوا، وناس كتير جدا عانت وربما أصيبت بأمراض خطيرة جراء هذه المنتجات الغير صحية التي يتم الإعلان عنها على فضائيات مصرية. مشكلة أيضا مستمرة معنا من الدستور، نتابع بعد وفاة الطبيبة داليا محرز بالالتهاب السحائي الصديدي، إصابة طبيب بحميات شبين الكوم بذات المرض والصحة المرض غير معدي. يبقى طبيب تاني أصيب بنفس المرض، ولكن يعني ربنا عافيه ويشفيه. الحالة على حسب وصف الخبر أن الحالة مستقرة وجيدة ودرجة الوعي كاملة، وأن هو تم حجزه في العناية المركزة وتم إعطاء الجرعات الوقائية للمحيطين به. وأشارت الوزارة في توضيح بتوضح أن عدد الحالات الإصابة بالالتهاب السحائي الصديدي غير الوبائي بمصر خلال عام 2015 بلغت 1720 حالة حتى الآن، في حين بلغ عدد الحالات خلال عام 2014 1769 حالة. أما عدد حالات الإصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بمصر سنويا 6 حالات حتى الآن، في حين بلغ عدد حالات خلال 2014 31 حالة. إذا هناك نوعان، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا ويعافي حضراتكم، من الالتهاب السحائي، واحد منهم وبائي وواحد غير وبائي. نسأل الله عز وجل أن يشفي الأطباء أو الطبيب الذي أصيب بهذا المرض، وأن يكون الأمر بسيط معه. هذا الأمر طبعا يثير قضية التأمينات أو بدل العدوى أو بدل التعرض للعدوى للأطباء، اللي كان أثار مشاكل كثيرة. الأطباء بيطالبوا بأن هم يتساووا يتم مساواتهم بمثل القضاة ووكلاء النيابة، اللي بتصرف لهم حوالي 3000 جنيه بدلات للأمراض والوقاية من الأمراض، بينما هم يعني لما منوا عليهم قالوا لهم هيدوهم 100 جنيه فقط بدل للعدوى، والواقع فعلا إلى الآن اللي بيتصرف في حدود 20 جنيه. الطبيب اللي هو يوميا بيتعرض لمخاطر انتقال العدوى إليه بيتم صرف هذا المبلغ الزهيد. الطبيب المبتدئ طبعا يعني لو وفروه خلوا نفسهم أحسن. هنشوف مع بعض هذه القضية، يعني هل هينجح الأطباء في أن هم يرفعوا البدل ويأخذوا بدل مساوي لبدلات القطاعات الأخرى أم لا. مشكلة صحية أيضا وإن كانت شخصية، ولكن تشير إلى قضية عامة في مصر، وهي قضية النصب أو يعني الإجرام من قبل بعض المنتمين لمهنة الطب بكل أسف، الذين نزع من قلوبهم الرحمة وانعدم عندهم الضمير. فالبوابة بترصد: ذهبت لإزالة حصوة فاستأصلوا الكلى. بعد 11 سنة عزيزة تكتشف سرقة كليتها.
حررت عزيزة حسن البارودي البالغة من العمر 66 عام بلاغ في قسم شرطة المنتزه أول مفاده أنها تعرضت لسرقة كليتها قبل 11 عام دون أن تدري. 11 سنة الست راحت تشيل حصوة فسرقوا الكلية. يعني الحقيقة هذا الأمر وإن كان شخصي في هذه القضية ولكن هو يمثل ظاهرة، لأن كثير من المصريين تعرضوا لهذا الأمر، وهناك يعني عدم مبالاة تامة من هذه العصابات التي تقوم بهذه الأعمال، لأن من الصعب إثبات هذه الجريمة. يعني من الصعب إثبات أن المريض دخل بكلية وطلع من غيرها، فيعني بيمارسوا إجرامهم بمنتهى البجاحة والوقاحة الحقيقة، وبيتحدوا المرضى اللي بيتعرضوا لمثل هذه العمليات ان هم يقدروا يثبتوا حاجة او يقدروا يعودوا اليهم بالقضاء والمحاكمة. من قطاع الصحة، الدستور يرصد ظاهرة خطيرة جدا، إحصائية خطيرة لوزارة الصحة. الإدمان يهدد 8 ملايين مصري بالموت ومراكز العلاج بدون أطباء متخصصين. يعني الخبر دوت لعل كل اللي عايش النهارده على أرض مصر هيلاحظ أن الكثير من الشباب ابتدى ينجرف لمسألة الإدمان، وعادت المخدرات تضرب مصر بمنتهى القوة. ما نقدرش نفصل ما بين الأمر دوت ما بين الواقع السياسي المؤلم اللي بتعيشه مصر، واللي أكتر المتأثرين بيه هم فئة الشباب. بعد ما كان الشباب بقى ليهم أمل في أن هم يروا دولتهم مصر دولة متحضرة ومتقدمة وبتسير إلى الأمام، فوجئوا بكل شيء ينتكس ويعود الكهكرة للخلف. الأمال كلها تحطمت، وبدل من أن تفتح لهم أبواب تحمل المسؤولية في مختلف المناصب في بلادهم ويبدأوا أن هم يعني يعيشوا تجربة إحياء لهذا البلد الذي دمر على مدار أكثر من 60 سنة على يد العسكر، فوجئوا بأن المكان الوحيد زي ما قلت لحضراتكم اللي بيرحب بيهم مفتوح ليهم هي السجون، في حال أن هم اعترضوا على هذا الوضع. فكثير من الشباب لجأ بكل أسف لطريق الإدمان، وأيضا الذي يعني أصبح مفروشا بالورود. المخدرات النهاردة في مصر ممكن بتباع في الشوارع على مرأى ومسمع من الجميع دون أي تدخل من الحكومة، بل هناك تشجيع ضمني لهذه الظاهرة حتى يعني الشباب يتلهي في مسألة المخدرات ويفقد تماما القدرة على تغيير أوضاع البلاد. من البوابة، في منفذ الدقي تخفيضات وزير الزراعة للأسعار فنكوش. إذن فهناك فنكوش جديد ظهر مع وزير الزراعة. كما يقول الخبر، دشن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة أمس مهرجان تخفيض أسعار وهمي في منفذ الوزارة بمنطقة الدقي، وأعلن خلاله عن عروض خاصة سرعان ما أوقف العاملون بالمنفذ العمل بها فور مغادرته، مما أدى إلى مشاجرات بينهم وبين المتسوقين. حدد الوزير سعر الكيلو جرام من اللحوم ب 38 جنيه، لكنها ارتفعت إلى 44 فور مغادرته، فيما ارتفع سعر الدواجن من 24 إلى 24 من 20. وأوقف العاملون عرضا خاصا ببيع 3 دواجن ب 41 جنيه وطرحوها ب 54 جنيه. الحقيقة لا تعليق على مثل هذه التصرفات. يعني طبعا زي ما بيقول مثلا غاب القط العب يا فار. لو هم يعلمون أن المسؤولين لديهم من القدرة على ضبط أعمالهم وتصرفاتهم كانوا يعني ما قدروش يعملوا هذه الأمور، ولكن هم يعلمون أن يعني مجرد هذا الوزير بمجرد ما بيسيب المكان بينسى الموضوع باللي فيه، وبتعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، ويمارس هؤلاء مرة أخرى يعني عملية فرض إتوات أو زيادات في الأسعار على المواطنين دون رقيب من وزير أو غيره. من المصري اليوم وعالم البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا في نهاية تعاملات الاثنين بدافع مبيعات الأجانب، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.3 مليار جنيه، مغلقا عند 418.6 مليار جنيه. كانت البورصة في نهاية الأسبوع الماضي حققت الحقيقة ارتفاع وأرباح، لكن مع منتصف هذا الأسبوع عادت الانخفاض مرة أخرى. وإحنا بنعد حضراتكم أن يكون معنا قريبا خبير اقتصادي يعني نسعد به من خلال برنامج ملفات مصرية يحلل لنا كل هذه الأخبار الاقتصادية ويعطي لنا
تفسير لما يحدث في ملفات الاقتصاد المصري من خلال سواء البورصة أو النقد الأجنبي أو قرارات البنك المركزي. إن شاء الله سيكون من فقرات برنامج ملفات مصرية قريبا هذه الفقرة التي نرجو أنها تنال إعجاب حضراتكم. من المصريون وخبر الحقيقة طريف وفي نفس الوقت قوي جدا، لتصريح قوي جدا للأستاذ الدكتور حازم حسني بيرد بيه على الفريق مهاب مميش اللي هو رئيس هيئة قناة السويس. حسني يكشف مفاجأة عن إيرادات قناة السويس. سخر الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من تصريحات الفريق مهاب مميش التي قال فيها إن إيرادات قناة السويس زادت في شهر سبتمبر بواقع 206 مليون جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، نافيا هذه المسألة بمفاجأة حسابية. قال حسني في تدوينه: صحيح ان الارقام ما بتكذبش، لكن اللي بيستخدموا الارقام ممكن يكذبوا، ممكن كمان يدلسوا بيها على العقول. الاخ مميش باعتباره مرجعيه في حسابات الجدوى الاقتصاديه وحجه في الحسابات الماليه وضليع في الترويج للمشاريع الكبرى، صرح بان ايرادات القناه قد زادت خلال الفتره من 7 اغسطس حتى 7 سبتمبر عقب بدء العمل عمل قناه جديده بمقدار 206 ملايين جنيه مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي. لغايه كده الكلام كويس جدا. بكده بيفجر لنا الدكتور حازم الطريقة اللي بيخدع بيها المواطن المصري في تفسير أو يعني إعلان زيادات إيرادات قناة السويس. هو بيقول إن إيراد القناة زاد 260 مليون جنيه. طبعا إيراد القناة المفروض إن هو بالعملة الصعبة، فالمفروض إن هو يعلن الأرقام بالدولار. لما يجي يعلنها بالجنيه، طب الجنيه كان بكام دولار في 2014 وبقى كام بقى بكام في 2015؟ هنا اللعبة، والحقيقة طريقة رخيصة جدا في خداع المواطن المصري كشفها الدكتور حازم حسني. قبل أن نستكمل مع حضراتكم جولة اليوم نخرج لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل إن شاء الله رب العالمين. هنا القاهرة، كلمات رائعة من رامي ومن كتب له هذه الكلمات، عبرت عن الحال بمنتهى الصراحة ولمست الحقيقة لمسا شديدا. من الدستور: البرادعي يهاجم مصر في محاضرة بسويسرا وسياسيون إشارة بدء لإحداث فوضى في 25 يناير. زعم البرادعي خلال محاضرة ألقاها في جامعة زيورخ السويسرية مساء أمس الأول أن المشهد في مصر عبثي، فضلا عن تأرجحه بين نكهة إسلامية وأخرى عسكرية على حسب زعمه. وقال أنه خلال السنوات الماضية كان الرئيس هو المنفذ والمشرع في آن واحد، فيما اعتبر أن الفساد يستشري في الحكومات، وهناك أيضا رواتب متدنية إلى جانب انخفاض جودة التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية وغلاء الأسعار. طبعا الهجوم انهال على البرادعي بسبب كلماته هذه، ولكن أنا عايز أقول للبرادعي يعني حضرتك دائما ما تساوي ما بين الإسلاميين اللي هم جم وصلوا للحكم بناء على طريقة الديمقراطية اللي انت مفروض بتؤمن بها وتبشر بها، جاءوا من خلال صناديق انتخاب نزيهة شهد العالم أجمع بأنها لم يكن فيها أي تزوير، بل الذي كان يشرف على هذه الانتخابات هم من يعني يعادون الإسلاميين في مرحلتنا هذه. فأنت تضع هؤلاء في كفة من جاءوا بين طريق انتخابات سلمية متحضرة، وتضعهم تضع أمامهم في الكفة المقابلة العسكر الذين جاءوا للحكم من على سطح الدبابة وبدماء الآلاف من المصريين، وأنت البرادعي كنت شريك لهم في هذه العملية الانقلابية العسكرية، وبرغم من كده بتساوي ما بين الاثنين، ويعني دائما تلمح إلى أن الإسلاميين زي العسكر. الحقيقة الكلمات المحترمة لا يوجد في قاموس الكلمات المحترمة رد يكفي أو يكفيك أن أنت على ما تقول. لكن أنا عايز أقول لك حاجة برضو، خلينا سيب الإسلاميين وسيب العسكر، الاثنين وحشين زي ما أنت بتقول والاثنين مش كويسين. احنا عايزينك أنت كليبرالي وكراجل بتحترم الديمقراطية ترجع مصر وتمارس هذه الليبرالية وتمارس هذه الديمقراطية بعد المشهد اللي انت حطيتنا فيه وبعد الوضع اللي مصر فيه حاليا. تبقى راجل وتعود لمصر
فتقود بقى الاتجاه الديمقراطي والليبرالي، وتوري العالم كله داخل مصر وخارج مصر ازاي تكون السياسة وازاي يكون الاداء الغير معيب على الطريقة الاسلامية والغير معيب على الطريقة العسكرية. فده الرد الوحيد اللي احنا بنقوله لحضرتك، نتحداك ان انت تنزل لمصر وتورينا العمل السياسي، واحنا ساعتها كلنا هنقول لك امين، انت فعلا كان عندك حق. ودي فعلا النموذج المتحضر اللي بيقدمه الليبراليين او الديمقراطيين اللي زي حضرتك، علشان يوروا للاسلاميين الوحشين وللعسكر ان هم طريقتهم الاثنين وحشه وعلى قدم سواء من هذا السوء. ده كان تصريح للبرادعي. معنا ايضا من على صفحات تويتر او فيسبوك من حساب المهندس خالد السرتي: يختلف مشروع السيسي الجديد بتاع المفاعل النووي عن كل مشاريعه الفاشلة اللي سبقته في حاجة مهمة جدا. المشروع ده هو المشروع الوحيد اللي بعد فشله مش هنلحق نقلش عليه. طبعا كلمات خالد السرتي بترمي إلى أن يعني من فشل في تأمين طائرة ومن فشل في صنع أي نجاح في أي مشروع منذ أن حطت قدماه في أرض مصر لا يؤتمن على مشروع مثل المشروع النووي، بل قد يمثل تهديد كارثي لمصر إذا جاء هذا المشروع على يديه. وائل غنيم من على حسابه على تويتر بيرصد أن من 4 أيام الأمم المتحدة صوتت على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. القرار رفضته 19 دولة فقط، مصر كانت بينهم. سياسة خارجية، دي سياسة مصر الخارجية، تأييد الظالمين والطغاة والقمعيين والدمويين في أي حتة أو في أي بلد في العالم. معنا أيضا تغريدة للدكتور يوسف القرضاوي بيرد فيها على من ينتقدون الشريعة الإسلامية ويقولون أن الشريعة الإسلامية تنحاز للرجل على حساب المرأة. فرد عليهم رد بليغ جدا، بيقول: الشريعة لا تحابي رجلا على امرأة ولا امرأة على رجل، إذ لم تضعها لجنة من الرجال حتى تتحيز ضد النساء، ولكن وضعها الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى. الحقيقة رد قوي جدا من الدكتور يوسف القرضاوي. في المقابل معنا مشهد عبثي، الاثنين مفروض ان هم بيمثلوا او من رجال الدين خرجوا علينا امس في مشادة بينهم، انتهت بانسحاب واحد منهم من هذه المشادة. تعالوا نشوف هذا المشهد ثم نعود للتعليق عليه. في كل الامور ايوه اذا خالف القانون الوضعي للشريعه الاسلاميه لا يعمل به. والله يا نت والله انا زعلان عليك يا دكتور كريم، انت راجل عالم كبير. ازاي اذا خالف القانون؟ يعني القانون الوضعي لو اجاز استيراد الخمور وصناعتها انا اقول نعم؟ مالكش اعتراض، مالكش الحق. ايوه تقول نعم، حرام شرعا، مالكش حق. والدوله تأثم اذا سمعت بصناعه الخمور واذا سمعت باستيرادها وتصديرها، لانه مخالف للشريعه. مش في طوائف في بلدك بتبيعها؟ انا لا ماليش دعوه بالطوائف اللي تبيعها. طب الدوله ما سمحت ليهم، انت مالك ولا لهم هم، مش لعموم الشعب. طب حضرتك انت لعموم الشعب. ربنا حرم الميسر، يبقى يمنع اداره صالات القمار. يعني انت المشريعه يا دكتور كريم ده شريعه خطر قوي. يعني هي لا اله الا الله، ده شريعه ربنا. لا خطر قوي. لا انفرط في الشريعه، نهون الشريعه، لست عليهم بمسيطر. اسيب الشرع للقانون، ما عليك الا البلاغ. يعني حضرتك اصبح القانون بديل الشريعه؟ بس رد عليا في السؤال، هل القانون اصبح بديل عن الشريعه؟ لا ما تقولش الكلمه دي، انت راجل عالم. القانون هو الشريعه. لا القانون هو الشريعه شيء والقانون الوضعي شيء. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله سبحانه الرسول ومن يعني أتى ومن قام يعني مقام الرسول من أهل الشرع. ده دليل، ده يا راجل يا فقه يا راجل. انما النهارده يا ربنا بيقول لتحكم بين الناس بما أراك بما أراك. يعني المستجدات الدي ان ايه ده من الشريعه ولا مش من الشريعه؟ انا ما تاخدنيش في الامور دي. يعني لو جاء قانون ينظم الزنا اخد بيه زي تركيا؟ حضرتك القانون انا بس رد عليا، لو جاء قانون ينظم الزنا اخد بيه؟
يعني ايه تاخد بيه؟ انت مجبر يجبرك قصدك يعني؟ لا اقف حمايه للاسلام. سؤالك غلط يعني انت حضرتك عاوز تعمل انقلاب على دوله في ما هو اللي في فرنسا حصل كده، هم شافوا فرنسا الاخواننا يا مولانا ما ندخلش احمد في الحاجات. انت اللي بتقول الكلام ده الخطير ده كلام ارهابي. انا لا اهون من امر الشريعه يا مولانا، لا اله الا الله. انت في دوله فرنسيه دلوقتي انا في دوله دستورها ينص على ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. حضرتك رضي من رضي وابي من ابى. انما ليس من حقك ان ترغم غيرك على معتقدك، ليس من حقك ان ترغم العلماء مش وظيفتهم ايه؟ الحقيقه يعني مشهد غريب جدا من خالد الجندي، بيقول له يعني بيقارن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والآية التي نزلت له بما أراك الله، بأن هو عايز أي حد يطلع قانون وضعي برضه يبقى هو دوت بما أراك الله. الحقيقة يعني منطق عجيب جدا. هنا أحمد كريمة الحقيقة يعني مستغرب من منطق خالد الجندي، شتان ما بين واحد بحجم وقامة الدكتور يوسف القرضاوي، كل كلمة بتخرج بميزان، وبين هؤلاء الذين يعني أساءوا كثيرا لمشهد أو مظهر رجال الدين، وحطوا من قدرهم كثيرا بموالاتهم العمياء للانقلاب ولقادة الانقلاب. في نهاية هذه الجولة نقف لحظات مع الابتسامات ومن خلال رسومات الكاريكاتير، ثم نعود لحضراتكم. بيع صوتك وانت تشوف الشاري مين، لخصت حال الانتخابات البرلمانية. مشاهدينا الكرام، بهذا الفاصل الكاريكاتيري نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم غدا نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.